المشاهدين، والتعادل 1-1. عشر أندية فازوا ببطولة الكاس على مدى ال 72 البطولة. الأهلي في الصدارة 33 مرة، الزمالك في المركز الثاني 20 مرة، الاتحاد السكندري والترسانة 6 مرات، المقاولين العرب اللي قدامنا ده والإسماعيلي والأولمبي مرتين، المصري والقناة والترام مرة واحدة. زي ما بقول لكم بطولة الأغنياء والفقراء، الصغار والكبار على رأي المرحوم عادل شريف. الأهلي 42 مرة في النهائي، رقم قياسي بدون كلام. المقاولين خسر النهائي قبل كده 3 مرات. مشكلة للنادي الأهلي أمير عبد الحميد لأنه مغير التغييرات ال3. أزمة للنادي الأهلي، أمير مش هيكمل، أمير عبد الحميد مش هيكمل. أزمة للنادي الأهلي لأن اللعيبة رد فعل اللعيبة في الملعب. ادي سيد عبد الحفيظ بيقول له في حاجة في كتفه. أزمة للنادي الأهلي، أزمة حقيقية. اتعجل مانويل جوزيه بالتغييرات 3، خد الريسك والمغامرة بالتغييرات ال3 بين الشوطين. كانت النتيجة الدقيقة 30 من الشوط الثاني والأهلي ما عندوش تغيير. هتبقى مشكلة كبيرة للنادي الأهلي، هتبقى أزمة. اهو شادي محمد خد فانيلة حارس المرمى، يا ريت عادل هلال يكون معانا على رقم 7 ويجيب شادي محمد. هل هو اللي هيرتدي فانيلة حارس المرمى شادي؟ أزمة نفسية للعيبة لأنه عارفين إن ما لهمش لحارس مرمى. وبعدين مشكلة لو وصلنا لركلات الترجيح، إنه لو وصلنا المباراة الفريقين. أدي كرة أمير، هل رجله في الكرة اللي فاتت دي؟ هل إيده وقع على كتفه الشمال؟ ركبته الشمال، تمام، برافو عادل هلال. ركبته الشمال أمير عبد الحميد أهو، ركبته الشمال مش قادر يتنيها. أزمة بقول لكم للنادي الأهلي. أهو شادي، أهو شادي هيلبس فانلة حارس مرمى، احمد ناجي يديله توجيهات. ازمه نفسيه لما بتلعب انت كلاعب وعارف ان اللي وراك مش حارس مرمى، دي مهمه جدا جدا جدا. نمره 2 بقول لحضراتكم لو المباراه وصلت لركلات ترجيح هتبقى ازمه اكبر لان الراجل ده عمره ما وقف حارس مرمى، هتبقى مشكله. وجماهير النادي الاهلي تقدر هنا بقى تقوم بدورها اللي بتعمله دلوقتي وتشجع شادي. هنا درس كبير للمدربين. 3 تغييرات قام بيهم مانويل جوزيه ووقف شادي. اولا الاهلي هيلعب 10 لاعيبه، ادي نقطه. النقطه الثانيه انه هيلعب بلاعب حارس مرمى، هو مش مطرود منه حد. هو اصيب تامر ان شاء الله، اصيب امير ان شاء الله يكون سليم، كان نجم المباراه وطالع على طول على المستشفى عشان يعمل اشاعه. الف سلامه يا امير، الف سلامه وتمنياتنا بالسلامه. هتتأزم المباراه شويه الا اذا لعيبه النادي الاهلي قدروا يخلصوا المباراه في ال10 دقايق دي حقيقه يعني. هل تدي ثقه للمقاولين؟ هل شادي ينجح في اختباره كحارس مرمى؟ حسن شحاته اللي قدامكم مدرب المقاولين العرب لعب حارس مرمى في مباراه مصر والجزائر وتألق وانقذ 3 اهداف. وجماهير الاهلي الحقيقه والله حاجه لا تصدق جمهور النادي الاهلي، شيء غريب جدا، شيء يحرك الصخر الحقيقه. جمهور النادي الاهلي طوفان من التشجيع من جماهير النادي الاهلي، حاجه تقشعر الجسم بصراحه يعني، حاجه غير عاديه. جمهور النادي الاهلي ومسانده، عارفين بقول لكم ازمه للنادي الاهلي. هم بيحاولوا يبقوا اللاعب رقم 11 في الملعب، بيحاولوا يبقى الحارس الاساسي اللي في الملعب. جمهور النادي الاهلي هيتعامل ازاي النادي الاهلي مع القضيه دي؟ ده اللي هنشوفه على مدى ال10 دقائق اللي جايه. محنه شديده، هل يتغلب عليها رجال النادي الاهلي بالعزيمه والاصرار؟ هل ال10 لاعبين يتفوقوا على المقاولين العرب ام ان المقاولين العرب هيستغل الفرصه ويفوز بالكاس؟
بقول لكم احيانا بيبقى 10 في الملعب بيكونوا بمقام 20 لعيب، واحيانا الخبره في الملعب ممكن تحسم اللقاء. يعني 10 دقايق هيبقى سيناريو او 9 دقايق هيبقى سيناريو مثير، خاصه اذا وصلت المباراه للوقت الاضافي. سيد عبد الحفيظ يلعب الضربه الحره المباشره، ما حصلتش في نهائي كاس قبل كده. يلعب عرضيه عند العقباوي، تقع من ايده على مرتين. اهو بص حضراتكم بيحطها دلوقتي فين بقى؟ في نص ملعب النادي الاهلي. هم هيشوطوا من اي حته على مرمى شادي، وده ممكن يديله ثقه على فكره. هادي خالد بيبو خد اوت. كل هم النادي الاهلي ان الكره تفضل في نص ملعب المقاولين العرب. كل اللي هيعمل عليه جوزيه ولاعيبه الاهلي ان هم الكره تفضل في نص ملعب المقاولين العرب. ده اللي هيحلموا بيه وهيأملوا بيه. طويله اسلام شكري ياخد الزيات. تاني جوده نجم المباراه، سيد عبد الحفيظ نجم الشوط الثاني. اوت على المقاولين. بقول لكم هيستقتلوا لعيبه النادي الاهلي في عدم وصول الكره لنص ملعبهم، لكن ممكن يكون شادي بيقف جول كويس. سيد تاني ادت روح وحماس من جديد للمقاولين. الدرس ايه؟ نمره 1 اختار تشكيلك صح. انا هسيب جماهير الاهلي تسمعهم ده شويه. بقول لحضراتكم جمهور كانه اللعيب رقم 11 اللي ناقص في فرقه النادي الاهلي، بس مش اي لعيب، ده حارس المرمى. يبقى ابدا بتشكيلك صح، ما تلجاش للتغييرات الثلاثه، خاصه انت في نهائي كاس ممكن توصل لركلات ترجيحيه، ممكن يجي لك اصابه لعيب. لكن ما هو برضه منتهى سوء الحظ ان اللي اتصاب الحارس اكروي، هيدور على مساحه عشان يشوط، حطها عند محمد علي، ياخد الزيات وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. شادي محمد حارس مرمى النادي الاهلي بعد خروج امير عبد الحميد للاصابه. كل احتياط الاهلي واقف على رجله. شادي يلعب، بس والله يستحق التقدير انه بدون تردد الراجل راح واخد فانيله شريف اكرامي وراح لابس وراح واقف. هيعمل ايه؟ محمد علي الابو، محمد علي ياخد سيد عبد الحفيظ ورا عند شادي. مفيش مشكله في كل ده، هو لعيب كوره، الحاجات دي كلها يعملها كويس. هي المشكله في الحاجات اللي بالايد، في الركنيات، في التسديد. لكن لحد دلوقتي الاهلي 4-5 دقايق ما خلاش الكره توصل لشادي، وده نجاح. البهناسي ورا لرامي عادل، تاني في اليمين علاء عبد الحي، احمد حسام، علاء عبد الغني، احمد حسام. ادي بقول لحضراتكم جماهير الاهلي ناقص تلعب مع فرقتها. ممدوح عبد الحي بيدوروا على مساحه. اكوروي اهو ضيقوا المساحات على روبرت اكوروي عشان ما يشوتش. برافو صح يا هادي، اللي عمله صح. وبينيو ولا بينو البرازيلي توصل للعقباوي، يلعبها طويله، ياخد حسام عاشور، استلام ممتاز. سيد عبد الحفيظ، محمد الزيات، تاني عاشور، وثقه والله في اداء النادي الاهلي. حسام عاشور تاني فايت، عايز يعدي، استنى عليها شويه، اتقطعت منه، خدها روبرت للابو لمحمد علي. وكأن المقاولين بيقول الوقت في صالحي، لو وصلت للوقت الاضافي بقى احسن لي. سبحان الله. في ثانيه اتغيرت النظريه. ممدوح عبد الحي نشيط وخطير ومهاري، وفات ودخل على حدود المنطقه ويلعب عرضيه، لكن كان ضم قوي اسلام شكري، فتح لها عمرو الحلواني. تمريره تاني علاء عبد الغني. بقول لحضراتكم اديتهم ثقه، مش عايزه كلام. ده مين اللي غايب؟ مش مهم تلعب 10، لكن ده الحارس اهو. البهناسي كمان ضم في نص الملعب. احمد حسام عايز يفوت، مستايب الحلواني، بقت عرضيه ومن قدام شادي مسكين ما يقدرش يعمل حاجه، الراجل مش حارس مرمى، وبقت ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. الكاميرا لو كانت جت على حسام في اللقطه اللي فاتت بينفخ، يعني خوف قلق. انا بص حضراتكم شادي سابها، هيعمل ايه؟ تاني طويله
اسلام ضربة حرة مباشرة على المقاولين العرب. الدقيقة 41 والاهلي ضربة حرة غير مباشرة، رفع رجله، رفع ايده عفوا عصام عبد الفتاح على رفعة رجل اسلام اهو. شادي كل ده بالنسبة له مش قضية لان هو لعيب اصلا. شادي يلعبها طويلة على حدود المنطقة، ياخد حسام عاشور، حلوة الجودة، جودة احلى البيبو، احلى البيبو، فرصة البيبو وضربة جزاء، ضربة جزاء للنادي الاهلي، ضربة جزاء للنادي الاهلي على علاء عبد الغني. عملها محمد جودة لخالد بيبو، كان من الوضع شبه منفرد. بقول لكم الاهلي بيتمنى ان خالد بيبو يبقى المحطة الجاية، فعلا بقى المحطة الجاية اتعملت لخالد بيبو واتهور معاه علاء عبد الغني. نشوفها تاني، نشوفها في دفع ولا لا، في شدة، في دفعة، في ضربة جزاء. عصام عبد الفتاح لا يتردد في احتساب ضربة جزاء للنادي الاهلي. ضربة جزاء، مين اللي هيشوط؟ هل شادي يكمل النهارده معجزته ونشوفها مرة تانية؟ في شد من الفانيلا، خلاص شد، يبقى في ضربة جزاء. خطأ لا يغتفر من علاء عبد الغني، وده هي حضراتكم زي ما انتم شايفين. والله لو عملها الاهلي يبقى عمل معجزة، يبقى عمل معجزة. فريق بيلعب بدون حارس مرمى، 10 لعيبة قدام فريق متألق النهارده، قدام فريق متألق النهارده، اعتقد تبقى في حكم المعجزة بصراحة يعني. الدقيقة 43 اعزائي المشاهدين، وضربة جزاء للنادي الاهلي. ادي كل الجماهير الحقيقة ما بقولوش غير يا رب. الحقيقة بقول لكم جمهور الاهلي، يعني انا لو من حسن حمدي يصرف حافز اجادة لجمهور الاهلي على اللي عمله النهارده مع فرقته بصراحة يعني. ضربة جزاء ليه النادي الاهلي. بقول لكم فرقة النادي الاهلي بتتمنى ان خالد بيبو يبقى المحطة الجاية، فعلا بقى المحطة الجاية، سندوا عليها، عملها له بيبو حلو قوي، عملها له جودة حلوة قوي، انفرد الراجل من على الجنب الشمال، اتهور علاء عبد الغني، وبقت ضربة جزاء لصالح النادي الاهلي. مين؟ سيد عبد الحفيظ هو اللي جوه المنطقة. انا بعتقد جودة اللي هيشوط لانه عنده ثقة، مسجل هدف، عامل مباراة كويسة، عنده ثقة في نفسه كويسة. هل محمد جودة؟ محمد جودة هيشوط ضربة الجزاء. ده في الدقيقة كام حضراتكم؟ الدقيقة 44، صار في حوالي 5 دقايق وقت بدل ضايع. هنشوف جودة العقباوي ضربة الجزاء، جودة ويصد العقباوي وانقذ العقباوي ضربة الجزاء من محمد جودة. لا 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 لا، ده ايه الاثارة دي؟ ده ايه المتعة دي؟ محمد العقباوي انقذ ضربة الجزاء، وكارت احمر، كارت احمر للاعب من المقاولين العرب، يمكن علاء عبد الغني. يعني انا مش عارف الحقيقه. اهو حسن شحاته حتى بيقول له انت عايز ايه؟ البنالتي واتصد، بتعترض على ايه؟ طرد اهو. بص حضراتكم الصوره، هل البهناسي ولا علاء عبد الغني؟ علاء عبد الغني، علاء عبد الغني خد انذار، خد كارت احمر، لكن قمة الاثارة الحقيقة والعقباوي انقذ ضربة الجزاء في الدقيقة 44 من محمد جودة. ده ولا ممدوح عبد الحي؟ علاء عبد الغني، علاء عبد الغني. جزاء الاعتراضي علاء، ويطلع اسرع شوية لان المباراة ماشية كويس قوي سلوكيا وفنيا، ومن اكثر النهائيات اثارة الحقيقة، من اكثر النهائيات اثارة. تقريبا ادى 6 دقايق وقت بدل ضايع لمحمد فاروق. هنشوف دلوقتي تساوت الكفتان، اتطرد علاء عبد الغني من المقاولين 6 دقايق فعلا وقت بدل ضايع، وامير عبد الحميد خرج للاصابة من النادي الاهلي. بقوا 10 لعيبة ضد 10 لعيبة، لكن برضه الاهلي ينقصوا الحارس. تاني خد جودة، ياخد روبرت اكروي، روبرت مكمل فايت معدي، حطها في الجنب اليمين. اي حاجه هنا خطر على النادي الاهلي. عايز يعدي احمد حسام، وعرضيه مره ثانيه لكن تطول، ولسه ما طلعتش بره الملعب، ولسه فيها شكل الخطوره. ومحمد علي، والهدف الثاني للمقاولين العرب،
الهدف الثاني للمقاولين العرب. محمد فهيم، محمد فهيم. يا على كرة القدم يا جماعة، يا على كرة القدم يا جماعة. مش ممكن ضربة جزاء في الدقيقة 44 للنادي الاهلي، يتقدم لها محمد جودة، يسددها، ينقذها العقباوي، ترتد هجمة مرتدة لصالح المقاولين العرب، تتعمل عرضية من محمد علي، تجد رأس محمد فهيم يسجل الهدف الثاني للمقاولين. اهي ادي العرضية وادي محمد فهيم في حراسة المدافعين، والهدف الثاني للمقاولين العرب. يا مش ممكن، لسه الاماني ممكنة، لسه الاماني ممكنة. ادي خالد بيبو وقع، قال له مفيش حاجة المرة دي. عصام عبد الفتاح الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع، محمد فهيم هدف التقدم للمقاولين العرب. 4 دقايق على نهاية الوقت الضايع. هيحصل ايه؟ تاني طويلة هتوصل للعقباوي. مش ممكن، العقباوي انقذ اهم الفرص. ده ايه؟ ده ضربة جزاء اللي انقذها، ده مش اي حاجة. ضربة جزاء في الدقيقة 44 العقباوي. بقول لكم النادي الاهلي كان كل همه ان الكرة ما توصلش نص ملعبه. العرضية الوحيدة اللي قابلها محمد فهيم، لان اللي واقف حارس مرمى شادي. مشكلة الاهلي بيحاول الوصول لهدف التعادل 10 ضد 10 في الملعب، لكن الاهلي بينقصه حارسه امير للاصابة مش للطرد. ادي رامي للعقباوي. دخلنا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع. العقباوي رامي عادل، رامي يلعب عند محمد علي صاحب عرضية الهدف. تاني محمد علي، وبقت خطر. اي حاجة على حدود منطقة جزاء الاهلي فيها خطورة. يقطع هادي، توصل سيد عبد الحفيظ. سيد يلعبها عرضية ممتازة في الجنب الشمال، بيحاول معاها خالد بيبو. هيلحق ولا لا؟ لحق خالد بيبو، لكن وخدها احمد حسام وخد فاول على خالد بيبو. 3 دقايق عصيبة شديدة على جماهير النادي الاهلي. الحقيقة اللي كافحت وأزرت فرقتها النهاردة بشدة بأمانة. جمهور النادي الاهلي عمل كل ما في وسعه النهاردة. يلعب البقناسي عند اسلام شكري احد نجوم اللقاء، منه لعمرو الحلواني. خدها روبرت اكوروي، تطول وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. بني الحلواني، هادي لازم يكمل صح اللي بيعمله كده. هادي هادي فايد، حلوه. حسام عاشور عايز يشوط، اتاخر، خدها رامي عادل. بقول لكم الراجل ده هيقلع الفانيلا الصفراء ويلبس الفانيلا الحمراء كمان بالظبط 3 دقايق اذا المباراه خلصت في وقتها الاصلي، ومع ذلك منتهى الحماس. محمد فهيم صاحب الهدف الثاني طالع ونازل مكانه 19 احمد السيد. لعبت على طول عند بينيو البرازيلي، بيحاول بيجاهد جنبه سيد. خد مشوار لوحده، خد مشوار تاني، ايد واحده ما تسقفش. من الاول كانت لسيد، سيد عبد الحفيظ عرضيه على القائم البعيد، بيحاول معاه الحلواني لكن تطول وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي المقاولين العرب. دي اعزائي المشاهدين على نهايه اغرب كاس في تاريخ مصر. اغرب كاس في تاريخ مصر من سنة 21 من بدايته ما حصلش ابدا. تاني هادي خشبة، سيد عبد الحفيظ، سيد لجودة، فات، خد فاول من مكان حلو وانذار على اللي لسه نازل احمد السيد. الانذارات كترت جدا. ايمن زين وابراهيم البهناسي وممدوح عبد الحي واحمد السيد، وطرد العلاء عبد الغني، وكل فاول على المقاولين او ضربه حره بيقوم اشرف ابو النور يكلم العقباوي، وخالد بيبو اللي هيشوطها المره دي. والفرصه الاخيره للاهلي لادراك هدف التعادل والبقاء في كاس مصر للوقت الاضافي. هل ينجح العقباوي في الاحتفاظ بشباكه ام ينجح بيبو في ادراك هدف التعادل؟ خالد بيبو وجماهير الاهلي كلها وبيبو
وتتشاط وتخبط ولسه فيها خطوره، لسه مره ثانيه توصل لبيبو وجوه المنطقه وما زالت خطوره ورامي وضربه ركنيه للنادي الاهلي. كده الست دقايق خلصوا والركنيه الاخيره والفرصه الاخيره للاهلي في اللقاء. لسه الفاول ما زال تواضعه مستمره، بقت ضربه ركنيه هتتلعب على طول من مره واحده جوه المنطقه. اتلعبت اتباصت عشان تترفع من عمرو الحلواني، اتاخرت شويه. البهنسي يلعبها طويله للمقاولين عرب، واعتقد معاها هيطلق عصام عبد الفتاح صفاره نهائي، اغرب نهائي كاس. ادي الزيات وادي فرصه ثانيه للمقاولين، وادي ممدوح عبد الحي حطها الاسلام، فات من واحد وفات من الثاني، تدخل جوه المنطقه تتشاط ثاني تخبط في زميله، توصل ل ممدوح محمد علي، ممدوح وضربه حره مباشره على النادي الاهلي. انا بعتقد كده اقدر اقول لكم مبروك للمقاولين العرب كاس مصر، مبروك لنادي المقاولين الكاس، لان دخلنا في الدقيقه 7 من الوقت بدل الضايع، بيضيف له عصام عبد الفتاح الوقت اللي كان جوه الوقت، وروبرت اكوروي بذكاء هيشوطها من مره واحده اهو اكوروي وشاطها من مره واحده، ويطلق الحكم الدولي عصام عبد الفتاح صفاره نهايه المباراه. اعزائي المشاهدين، باكبر مفاجاه في تاريخ الكاس، نادي المقاولين العرب نادي الدرجه الثانيه بيفوز على النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في هذه البطوله 33 مره. المقاولون العرب الفوز 2-1، المقاولون يحرز اللقب للمره الثالثه في تاريخه بعد صعود 6 مرات الى نهائي الكاس. خسر مره امام الاسماعيلي، ومره امام النادي الاهلي، ومره امام النادي المصري، وبيعود مره اخرى ليسترد كرامته بعد 23 سنه، سنه 1981 لما فاز النادي الاهلي.